السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات كما كتشوفوا فيديو جديد جيت نشارك معكم هاد الرشيمه هادي. كما كتشوفوا هاد الرشيمه اللي درتها بالتنبات، وهنا غتكون فيها الغرزه الفرنسيه. دابا غنشارك معكم غير التنبات، الغرزه الفرنسيه حتى من بعد هذا غنديرهم. خليت هاد الرشيمه هادي اللي بقات ليا باش نديرها معكم، حيت هاد الرشمه طالعه بنفس الريتم ديال الرشيم. كما كتشوفوا هاد الرشمه هادي فيها منها 5، هي باش طالعه في الصدر. هنايا خليت كما قلت لكم غنبدا بهاد العروشه هادو في البني اللي كاينين هنا في البني، هما باش غادي نبدا هاد الرشمه هادي. الخيط في البرا كنديروا على 4 ديال الشعرات طبعا كما كتشوفوا. ها هو غنحتاج الخيط في البني والعقيق في البني كي بحال هكا. نحاول نوريه لكم قريب تشوفوا كيفاش. وغنحتاج العقيق في البني والخيط حتى هو في هذا القهوي هذا. دابا غنبدا الرشمه ديالي، غنبدا من هنا وانا غاديه وكندور على العرش. غنبدا بهذا العرش الصغير هذا. هنا كما كتشوفوا راني درت كلينيكس، علاش؟ باش ما انه العقيق هنا ما يتهرسش ليا. كنحاول ندير شي حاجه رطبه هكا على المرمى باش العقيق ما كيوقع به والو. هنا كنبدا الرشمه ديالي، كنبدا كنخدم وانا غاديه هكا. تندير 4 العقيقات، انا درت 4 ديال العقيقات. عاوتاني تندير 4 ديال العقيقات. هانتوما كما كتشوفوا، وكنبقى غاديه هكا هنا هكا. غنجي عاوتاني، شوفوا فين غنجي هنا. هاد العقيقه اللي كتكون الثانيه هي منين كنجبد، كنبقى غاديه هكا. الا كان العرش غادي هكا كنبقى غاديه هكا، كان العرش غادي هكا راني كندور هكا. ها هو غيبان لكم هنا العرش داير هكا، بقيت دايره معاه هنا. الا كان العرش غيدور هنا غنبقى دايره هكا. يعني الا كان العرش داير على اليمين مثلا، هذا على اليسار، هذا داير على اليسار، دايره على اليسار، غنبقى ديما نهز من هاد الجهه. لا كان غيدور على اليمين غنهز من هاد الجهه من هنا. كنتمنى تكونوا فهمتوني، باش العرش ما يجينيش هكا في الدوره ديالو صعيبه. هكا الدوره ديالو كتجي ساهله، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه، لا سواء ان يكون هكا رقيق او لا يكون هذاك العامر العريض. باقي غنشارك معكم داك العرش العريض اللي كيجي عريض، حتى هو نفس الطريقه نفس سيستم الخدمه. هانتوما كنبقى غاديه معاه هكا. كنجي عاوتاني كنشد من هنا وانا غاديه. الخيط ملي تيكون طويل تيبقى يتاكل. بالاحسن انكم تعطيو الخاطر باش هكا ما يبقاش انا نحبس الفيديو حتى نحلو. من بعد ما حليته كنكمل الخدمه ديالي. كما قلت لكم انا فين جبت الخيط ديالي كندير عاوتاني 4 ديال العقيقات كما العاده. العرش كنبقى معاه هكا. بغيتو يكون غليظ راني كنهز من هنا، يعني كنهز من هنا. بغيتو يكون رقيق كنهز من الثانيه، ولا من الاحسن من الثانيه. كيجي ما بين وبين، ما هو رقيق ما هو غليظ هكا. وهذا لا كاليتي بروميير في العقيق باش كنخدم انا. كنخدم دائما بالعقيق اللي ما تيخسرش. بالنسبه للعقيقه البنات ممكن انكم تحاولوا تقلبوا العقيق، يعني تجربوا قبل ما تخدموا به، حيت دابا العقيق ولا تيخسر بزاف، ما بقاش كما الاول. كان في الاول لقينا ماتسونو ما كيخسرش وخدمنا به الكليان سي فري ما خسرش لينا، خصوصا البياس اللي خدمنا في الاول. دابا واحد عامين هادي
ما كانش كيخسر. انا عندي جلي الباتيل اللي كنت خدمتهم بالعقيق ديال الماتسونو ما خسرش ليا، مي دابا ولا تيخسر. ولا خصك تعرفي الالوان اللي ما كيخسروش وتجربي. انا صراحه كنجرب، لقيت الالوان اللي ما كيخسروش وهما باش كنخدم، خصوصا الالوان اللي كيعطيو شويه عسكريه وتيعطيو تيضربوا بالالوان كما كنقولوا. هادوك حاولوا انكم تخدموا بداك النوع د العقيق. هكا كنبقى هنا. هاد الدوره ديال العرش غنحاول نوريها لكم حيت هي مهمه. باش كيجي العرش مقاد، كتلات هاد 4 العقيقات. دائما انا كنطلع العرش ب4 العقيقات كيجي زوين. تقدروا تخدموا بجوج 3، ولكن هاد الرشمه هادي بالضبط كتبغي تخدم بسميتو. بالنسبه لك نتو باغيين الرشمه عجباتكم وبغيتوها خليوها ليا في الكومونتير باش نخليها لكم في صندوق الوصف اولا في المنتدى. شو هكا كنبقى غاديه هكا وانا خدامه بشويه بشويه. هذا السوجي شت ليها ماشي مشكل. كنبقى غاديه مع العرش ديالي. هانتوما بالنسبه للبنات اللي مبتدئات وتيجيهم هاد العرش صعيب في الدوره ديالو تيجيهم، هذه هي الطريقه البسيطه جدا باش يجيك العرش ديالك مقاد وبلا صعوبات وبلا تاكل. خذوا القاعده اللي وريتكم في الاول تاع الفيديو، ديك القاعده اللي وريتكم في الاول في الفيديو هي اللي تبقاو غاديين بها. لكننا غاديين العرش لكان لهاد الجهه تبداي من هنا، كان غادي هنا تبداي من هنا. انت كتطلعي العقيق من هاد الجهه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. لما فهمتوش خليو لي اي سؤال عندكم ولا اي اقتراح ولا اي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، راني كنقرا كاع الكومونتيرات ديالكم. انا عاوتاني هكا شفتوا العرش ديالي راه كملتو دابا. شفتوا كيفاش كيجي ساهل وبسيط ودغيا كيدور، ما كتكونش فيه حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. ها هو دار العرش وهنا غتجي هاد الورقه هادي. شفتوا كيفاش كيجي ومتقون ومفيني وما فيه حتى شي حاجه ولا غلطه كما تيقولوا. هنا بالنسبه لهذا غنبدا عاوتاني من هنا، يعني غنبدا من هنا باش ندور هاد العرش الاخر حتى هو باش نكمل الخدمه ديال العقيق البني، وغندوز لهاد الزرق هذا. غنبقى غاديه هكا هنا. كنعاود نشد 4 العقيقات. شوفوا دابا هنا كيفاش بديت العرش ديالي. هنا دابا فين غيبان لكم، علاش حاولت انني نبدا معكم هذا عاوتاني باش يبان لكم. هنا كنت حطيت الخط الاول ديال العقيق وشديت من هنا، هذا حيت العرش داير هنا، حطيت الخط الاول وشديت من هنا. يعني ديما كنشد العكس ديال الدوره ديال العرش، العكس ديالها منين كنشد. هاد النقطه هذه لاحظتها في البنات اللي تعلموا عندي، كان العرش ما كيبيش يتقاد ليهم، مي ملي كيكتشفوا هاد القضيه هذه العرش كيخدموه بعينيهم مغمضين، كيجيهم ساهل ساهل.
بالنسبه لطرز اليد عندي زواقات جداد اللي غنشاركهم معكم ان شاء الله. ديروا متابعه للقناه وغادي تشوفوا الجديد اللي غادي نحط لكم ان شاء الله. بالنسبه لهذه راه فيها الغرزه الفرنسيه، هنا راني غنحطها لكم. تابعوا الفيديوهات ديال هاد الرشمه هذه وغادي تشوفوا الغرزه الفرنسيه كيفاش كنخدمها. هنا كتجي غزاله 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 كتحمق، واللوينات اللي درت جاو فنين مواتين مع هاد الكري هذا. بالنسبه لبزاف ديال البنات كيلقاو مشكل في اختيار الالوان اللي غتواتي مثلا واحد الثوب واحد اللون، دائما كيلقاو فيها مشكل. هي راها سهله، هانتوما كنبقى غاديه بنفس الريتم تا كنكمل الغرزات. هذا العرش ديالي، الدائره ديال العرش، شفتوا؟ دائما متابعاتي الغزالات ما تنساوش انكم تخليو لي لي لايك ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الكومونتيرات الزوينه ديالكم اللي كتحفزنا وكتخلينا نزيدو للقدام. شوفوا البنات، هنا شويه كيجي الا ما عرفتيش كيفاش تدوري هنا هذه الدائره ديال العرش كتجي شويه صعيبه، مي راها ساهله، غير عطيو الخاطر راه غتقاد لكم. بالنسبه للخيط دائما يكون في اللون ديال العقيق هكا باش ما كيبانش، كيجي يعني ما كيبانش داك الفرق ما بين الخيط والعقيق وما كيبانش شي ديفو. اما الا كنتي كتخدمي العقيق في لون والخيط في لون راه كيبان مفروش. من الاحسن دائما الخيط يكون في اللون ديال العقيق، اي عقيق غنخدمو يكون الخيط في اللون ديالو. مثلا انا هنا راني خادمه بهذا الخضيضار وخادمه بهذا القهوي هذا البني وخادمه بالبلون كاسي، هو باش خادمه الذهبي، واحد البلون كاسي غادي شويه للباش، هو باش كنخدم هذا الذهبي هذا. دائما كنحاول الخيط يكون في اللون ديال الثوب، في اللون ديال العقيق، ماشي اللون ديال الثوب، باش هكا يعطيني منظر زوين، ما يكونش عايب ليا العقيق ديالي. ها نتوما الدوره ديال العرش كيفاش جات، شوفوها انا راه غاديه معاها، قربت نساليها. شو دائما من اللور من هنا وانا غاديه وكندور باش كيجيني ديك الدوره ديال العقيق هي هذيك. هكا وكنجي عاوتاني من هنا هكا وغادي ندير الخط الاخر باش غنصد العرش ديالي. هانتوما كما كتشوفوا. الا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخليو لي اللايك ديالكم وتخليو لي اي تساؤل اللي كان عندكم في التعليق. وشكرا لكم على المتابعه، توصلتوا لهاد المرحله هذه في هاد الفيديو. كنتمنى اللي عنده شي تساؤل او لا بغات تعلم شي حاجه او لا اي حاجه كيف ما بغات تكون، كما كنقول لكم دائما خليوها لي في التعليق ديالكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وتسناو الجزء الثاني فاش نشارك معكم هاد الخطوطه هادو مع هاد العريش الداير هكا، هذا اللي كيكون داير يعني كيفاش كيتثبت ليا ما كيتحركش، غنشاركها معكم.